يسعد أوقات الجميع من وين ما كنتوا عم تتابعوني. بهذا الفيديو بدي أساوي أطيب وألذ كيكة الشطرنج. بنحتاج لعجينة الكيك كاستين طحين، كاسة سكر، كاسة حليب، كاسة زيت نباتي، 4 حبات بيض، ملعقتين كاكاو، ملعقة باكينج باودر، وملعقة فانيليا. والكاسة اللي استخدمتها 250 ميلي، يعني كل المقادير بنفس الكاسة. وبزبدية كبيرة نزلت البيض والسكر والفانيليا، وهلأ بخفقهن لحتى يدوب السكر تماما. وبس داب السكر بننزل الزيت النباتي وبنرجع بنخفق لحتى ينخلطوا مع الزيت. وبس اختفى الزيت بنضيف الحليب وبنرجع بنخفق لحتى ينخلطوا مع بعض ويصيروا بهذا الشكل عندي. هلأ المكونات الجافة بدي اضيف الباكينج باودر فوق الطحين، بنخلطهن مع بعض وبجيب منخلة وببلش بضيف الطحين فوق الخليط وبنحركهن شوي شوي. وبدي اضيف الطحين على 3 دفعات منشان ما يكتل بقلب العجينة وتخرب. هيك بده يكون قوام العجينة. جهزت جاط البيركس، حطيت بقلبه ورق الزبدة، وهلأ رح نزل نص الخليط والنص التاني بدي اضيف له الكاكاو. وشغلت الفرن من فوق ومن تحت قبل ب10 دقايق، وبدها تكون النار هادية منشان هذا الكيك، ما بدنا النار تكون قوية. والكمية اللي بقت ضفت لها ملعقتين كاكاو، وجهزت جاط البيركس وحطيت بقلبه ورق الزبدة، وهلأ صار جاهز للخبز. والوقت اللي بده يستوي فيه الكيك نحن رح نحضر صوص الشوكولا اللي بدي زين فيه الكيك. ببريق الخلاط بضيف كاسة حليب و5 معالق حليب بودرة، طبعا الحليب طبيعي، و5 معالق حليب بودرة وكاسة سكر، وبخلطهن تقريبا دقيقتين لحتى يدوب السكر. وبعدها بضيف كاسة زيت نباتي، كل المقادير نفس الكاسة، ومنضل بنخلطهن لحتى يتقل عندي القوام تماما بهذا الشكل. هلأ صاروا جاهزين، رح نسكبهن بزبدية. وهذا الشوكولا نفس المقادير حطيتها، بس ضفت ملعقتين كاكاو. حبيت ساوي نوعين، شوكولا وحليب. وهلأ الكيك صار جاهز عندي. بنقيم ورق الزبدة عنه بكل سهولة، ما شاء الله طري وخفيف. وهلأ بنحط طبقة شوكولا فوقه، حليب أو كاكاو انتو بتختاروها. بعد ما دهناه بالشوكولا بنضيف طبقة الكيك الثانية، وهلأ بنقطعها ل4 أقسام. بعد ما قطعتها بنقلبها على جنب وبنضيف طبقة شوكولا فوقها. ما بتكتروا شوكولا، بدنا طبقة خفيفة. وهلأ بنمسك القطعة الثانية من الكيك وبنعكسهن، الحليب فوق الشوكولا والشوكولا فوق الحليب. سويتهم بنوعين شوكولا، حليب وكاكاو. وهلأ آخر مرحلة بنزينهن من برا بالشوكولا، بنغطيهن بالشوكولا. وهلأ على البراد تقريبا ساعتين. وبعد ما طلعتها من البراد وقطعتها، هذا كان شكلها النهائي، قطعة بيضة وقطعة سودا، يعني نفس الشطرنج. وهاي حطينا بالصحن منشان ندوقها وارجيكم شكلها. شوفوا كيف من قلبها مغطسة بصوص الشوكولا وخفيفة، وطعمتها خيال. وقد ما قلكن انها طيبة واكتر لازم تجربوها. واكيد اللي بيحبوا القهوة لازم تجربوها جنب القهوة. جربوها واكتبولي بالتعليقات، وان شاء الله الف صحة وعافية.